عزيزتي البنت، النصيحة الأولى مهما تمرين فيه، مهما أوكي، ما تنسين نفسك. النصيحة الأولى ما تنسين مكياجك، بس يكون نوعية كويسة. يعني إذا ما لقيتي نوعية كويسة لا تحطين، لو تحطين نعال لا تحطين الصيني. هذه واحدة. اثنين، ما تنسين دائما إن تهتمين بجسمك، برياضتك، بأكلك، ما تنسين تحبين نفسك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. تعالوا بقى نسمع كلام شمس وهي بتنصح الستات تهتم بنفسها ازاي، وازاي يعني الراجل لما يسيبها ويمشي او يغدر بيها تجيب غيره ازاي. عاوزه اقولك بقى يا شمس الاول، يعني سيادتك طالعه علينا بالفلتر واللوك الجميل ده والامكانيات الحلوه دي، بسم الله ما شاء الله. يعني انت بتتكلمي عن نفسك اولا، طيب غيرك ما عندوش الامكانيات دي. طيب قوليلي بقى، اذا كان الراجل ما يحبش الست او البنت لجمالها الداخلي قبل الظاهري، ما يبقاش راجل، يبقى هو ما بيحبهاش اصلا. فمن الاساس انا ما اجريش ورا حد بيجري ورايا علشان شويه ميك اب احطه على وشي او اصبغ شعري. اذا كان ما يحبنيش اصلا لجمالي الداخلي، يبقى هو ما يستاهلش مني ان انا ابصله اساسا، لان الجمال كده كده بيزول، يعني مفيش جمال كده دايم. فالجمال الداخلي اولا، انا اتحب علشان جمالي الداخلي وبعد كده الظاهري، لان الظاهري جامد داخلي. لو انا حابة نفسي من الداخل هيظهر على وشي، لو انا بكره نفسي من الداخل هيظهر برضو على وشي. في ستات كتير قوي عندهم 30 و40 سنة، تشوفيها تقولي ست عجوزة، لان الهم اصلا هي شايلاه من بدري. وفي ست تلاقيها عندها 50 و60 سنة مش باين عليها سن أساسا، لأن هي مش شايلة هم أي حاجة، هي بتحب نفسها، هي بتحب جمالها كده، هي شايفة نفسها كده، فكل ده بينطبع على جمالها الظاهري. والله علشان اكسب راجل اتجوزه او اتخطب ليه او احبه او ايا كان، وهو مش راضي عن شكلي الظاهري، وشايف شكلي ان انا مش حلوة او مش لايقة بيه، فهو بصلي ليه من الاساس. اذا ما كانش يبصلي ان انا حلوة من الداخل، يبقى هو ما يلزمنيش اصلا، لان هو كده بيبص الشكل بس، فالشكل كده كده او الجمال بيزول. فلازم يحبني ظاهريا وداخليا قبل اي شيء، وبعد كده الجمال يجي. بعد كده اروح اجيب بقى قلم روج، قلم كحل، واحط بقى ويعني ابيض وشي بالكلام ده كله. بس في الاخر هو هيكسب ايه وهو شايفني ان انا حاطه كحل وحاطه شويه روج، وفي الاخر اروح ايه انام وامسحه ويتخض تاني يوم الصبح من شكلي اللي هو مش طبيعي. صدقيني لو كل ست بقى عندها نفس امكانياتك بسم الله ما شاء الله، هتلاقيها حاجه تانية خالص. يعني انت بتوصفي الست ممكن جوزها يبص للشغاله، تعالي بقى لو انت مسحت كل اللي انت عاملاه ده واللينسز والفلتر وقعدتي انسانه عاديه، هتلاقي فعلا بجد الشغاله هتبقى تلاقيها اجمل منك. لكن مش تطلعي تحرضي الستات ان هي يعني تسيب رجالتها علشان بقى مش معاهم فلوس، او مش معاها تجيب ميك اب، او هو غدر بيها. لا، احنا نحل المشكله بعد كده ايه؟ نغير من نفسينا. صدقيني بقى لما نتكلم كده، ستات كتيرة قوي فقراء وستات كتيرة مش عندهم امكانية حتى يجيبوا صبع روج، هتعمل ايه؟ هتموت نفسها ولا هتتنمرد على الراجل اللي معاها، ويعني هتسيبه بقى لان هي مش معاها ان هي ترضيه وتظهر جمالها ليه؟ مش الجمال مش بالمكياج على فكرة، الجمال جمال الروح، دي اول حاجة. ثانيا يبقى هو راجل غدار لو مرضيش بيا بجمال شكلي وروحي اللي هم اصلا من جوايا. يعني لو هيبص ان انا هبقى جميلة بالمكياج، يبقى هو ما يلزمنيش اساسا. كمان لازم الست تقعد بطبيعتها قدام الراجل علشان يشوفها وهي ببشرتها الطبيعية، علشان لما تيجي بقى تحط اللي انت حاطاه ده ما يتخضش تاني يوم لما يشوفها من غيره اساسا. يعني ممكن يقوم كده يلاقي مين اللي نايم جنبه ده؟ الله، انا سايبك ملكة جمال بالليل اقوم الاقيكي كده الصبح. فلازم الست تبقى اكتر وقتها او 90% تقعد بطبيعتها قدام الراجل علشان يعرف ان ده جمالها هي، يعني مش حاجات كده ظاهرية ان انا ضاربة وشي بقى بوهية ويجي الصبح يتخض مني. وصدقيني مفيش اجمل من جمال ربنا، واللي يغير كمان في خلقة ربنا ده يعني يعني حاجة كبيرة قوي. ان انت تغيري من جمال ربنا ده يعني حاجة ربنا انعم علينا بيها واداني الشكل اللي هو لايق عليا، هروح بقى اغيره، هبقى هتفرق ايه بقى؟ يعني انا هروح اغير جمال ربنا هتفرق ايه؟ يبقى كده انا بحرض كل الستات انها تغير من نفسها علشان الراجل يبص لها. طب ما هيبصلك وهيبص لغيرك وهيبص لغيرك، لان انت في الاجمل منك وفي الاجمل منها وفي الاجمل منها. فلو ما كانش يحبني انا كشخصيتي انا من جوه
سواء بقى بكلم عن نفسي، سواء انا بقى عبير يحبني انا كعبير كشخصية من جوه وكشخصية من بره، يبقى هو ما يلزمنيش اساسا. ايا كان اللي مريتي فيه، مهما عاشرتي واحد نعال، مهما عاشرتي واحد زفت، لانه بالاخر راح يندم ويرد يدور عليك لما يشوفك مهتميه في نفسك. تخيلوا انا كل يوم يعني عايشه هذا الشعور اللي هو شعور الطز. أه. انت ذكرني فيك لو سمحت. ما ادري وين شايفتك، يعني عارفين كذا يجيني شعور اللي هو شعور الشماته. مش اللهم لا شماته، لا انا اللهم شماته، كذا اشمت عليه استمتع وهو متقطع كذا وندمان ويبكي ويدور علي وراكض وراي وانا اسافر يروح ورا. فهمتوا هذا الشعور اللي هو انت لما كنت عندك يا زفت جاي الان ما ادري وشو، ارجع يا زمان. فعيشوا هذا الشعور. كل ما شريكك زوجك بعيدا عن المزح كنا نمزح تمام، كلمة اللي تحبينه اللي عندك علاقة معه ودبر. الإنسان ما يخلى من علاقات، لازم ما أنت لزبيان علشان ما تحبين. أوكي، مرة طبيعية أكيد تحب. أوكي، لازم ترتبط في رجل وتحب رجل. كل ما هذا الرجل يشوفك تحبين نفسك وكل الوقت يشوف مثلا اذا انت عندك بوستات، اذا عندك انستغرام ولا عندك سناب ولا شيء، ولا يوصل له ان 24 ساعه تضحك وتسولف وانيقه، وكل ما يوصله هذا الشيء كل ما يحترق دمه اكثر. اكثر. خذيها مني انا خبره يا بنت، انا خبره. اعطيكم خلاصه خبرتش، عصير خبرتش، خذوا العصير مني. دي واحده. اياني وياكي تنزلي صوره حاطه عليها درب وكاتبه ادعوا لي. اذا انت من هذا النوع من البنات اللي تنزلين صوره درب مستشفى وابره وادعوا لي لا، انا بنت عمتها، انا بنت خالتها، انا صديقتها ماسكه التليفون ادعوا لها. اذا انت يا اختي من هذا النوع فديت قلبك، سوي لي بلوك، سوي لي بلوك، سوي لي بلوك. انا هذا الصنف من الحريم اللي لما يروح من عندها كلب اعتبره كلب وراح. لما يروح كلب وتحطين هذا النوعيه اللي تحطين درب وصوره مستشفى وادعوا لي، سوي لي بلوك. هذا النوع من الحريم انا ما احبه، مو جوي. وراح يخونش حتى مع الخدامه، راح يخونش مع الشيميل. تخيلي راح تلاقينا متابع. اقول لك انا ايش تبين؟ لا، نحن صنف النساء نرفض هذه الشخصيه، نرفض المراه ام ابره. لا انسي، احنا لا، احنا مو انت رحت، مو انت على قولتهم الله يمسيها بالخير، تقول لي يعني يروح كلب اسود يجي كلب ابيض. المهم انهم كلاب بالنسبه لها. انا من عمري 6 سنين والله يا ياسر ورحمه ابوي، انا من عمري 6 سنين اسمع هذه الجمله من امي، اقسم بالله. دائما من عمري 6 سنين اسمعها تقول ايه يروح كلب اسود يجي كلب ابيض. المبدا عندها انه كلب اصلا يعني، بس اللون اختلف. فهذا اللي الرجال اللي يشوفك تسوين كذي في حياتك وكل ودراما يروح يعاشر عليك كاتولينا. هاي كاتولينا اي مس يو. زين، وكاتولينا تقول لكم الحقيقه على فكره يعني، والله العظيم ترى اصدق اثنين في السوشيال ميديا هيفا ماجيك وكاتولينا، هذين اللي يعرفون. زين، فدونت دو نوت اوكي، دو نوت. لا تقعدين تتبشبشين، لا تقعدين. انا ادري الموضوع ما لخص في المحاضره اللي راح نقولها بعد شوي، بس قاهريني بنات كل شوي انا هدني، انا غدرني، انا ماني عارفه شلون اتخطى. شو تخطينا؟ هو بخور؟ شنو اتخطاه؟ من رصيف هو اتخطاه؟ ليه هو درج ما تخطينا؟ نعم ذبحتوني. ابي امسككم واحده واحده. ومن وين اللي يوجعكم؟ من شعركم. انا عشان كذي ما ربي شعر، عشان ما حد يشدني من شعري، انا بشدكم من شعركم. اللي تجي تقول لي انا حبيت وتتبشبشين، اقسم بالله على راسك طق. فكوني من هذه الدراما. دخلنا 2024 وللحين في بنت تبكي ورا صبي، وهو اصلا مو معبرها. هو نساك بساندويتش شاورما مع اصحابه، راحوا عند ابو عمار السوري وشروا شاورما، ولا درى عنك. وفي الشاورما لو شاف هناك بس يروح يغازله، ولا في خريطة مخه انت مش موجودة في الخلايا الارستقراطية. الشاورما مع اصحابه راحوا